ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أخلاق حملة القرآن، والتي صنف فيها الإمام الآجري رحمه الله عز وجل كتابا في أخلاقهم وأخلاق من يحمل هذا الكتاب العظيم ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وسنكمل بإذن الله عز وجل من هذه الصفات والتي قال عنها الإمام الآجري، يحكي عن صفات تالي القرآن وحامل القرآن. قال رحمه الله: قال: إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم وينفق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكسب بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. كلام الإمام الآجري رحمه الله إشارة إلى أن حامل القرآن لابد أن يتسلح بالعلم، أعني العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم الآخرة، وهو علم الآخرة، وهو أفضل وأشرف العلوم، وهو العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حامل القرآن يقرأ القرآن ويعيش حياته بجهل؟ وذلك لعمر الله قبيح من حملة أهل القرآن أن يعيشوا حياتهم بجهل عن الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمصيبة إذا أصيب بحامل القرآن يعرف كيف يتعامل مع هذه المصيبة، لأنه يقرأ قوله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يحزن بعلم، يعرف حامل القرآن ويعلم تالي القرآن متى يحزن وكيف يحزن وعلى ماذا يحزن، لأن الله عز وجل وصف المخبتين الخاشعين في كتابه سبحانه وتعالى، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعلم حامل القرآن وتالي القرآن متى يحزن وعلى ماذا يحزن وكيف يحزن. هذا خلقه. ويبكي بعلم ويصبر بعلم. الصبر قلنا هو حبس النفس عن المكاره، ويعلم الطهور ويتطهر بعلم. قول الإمام: ويتطهر بعلم، يعني يعلم أحكام الطهارة، لأنه يعلم أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا علم لا تمر عليه هذه الآية ولا يمر عليه يومه وليلته إلا وحامل القرآن يتطهر لصلاته ويتطهر لربه، وهو يقرأ: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
فحري أن يعلم أحكام الوضوء، وهو باب مصنف في شريعتنا الغراء في أبواب الفقه. قال ويزكي بعلم، يعلم حامل القرآن أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. قال ويتصدق بعلم، يقرأ حامل القرآن إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعلم من هم أصحاب الصدقات الذين تحل عليهم الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. يعلم هذه الآيات، ويعلم أن الصدقة هي من صفات الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يعلم متى أوقات الصدقة، متى الأوقات الفاضلة، كيف يقبلها الله عز وجل، ما هو الأجر المترتب، كله من كتابه سبحانه وتعالى الذي يتلوه حامل القرآن آناء الليل وأطراف النهار. قال ويجاهد بعلم، يعلم حامل القرآن أن الجهاد من شعائر الدين، لأنه يقرأ سورة الأنفال، ويعلم أجر المجاهدين على القاعدين درجة، ويعلم أجر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ما هي صفاتهم، أولئك هم الصادقون. قال ويحج بعلم، يعلم أن الحج هي منزلة ركين من أركان الإسلام، الركن الخامس، لأنه يقرأ الحج أشهر معلومات. ما معنى؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ويكتسب بعلم، أي يتاجر ويسترزق في هذه الدنيا بعلم. ولذلك صنف العلماء كتابا أو أبوابا في الفقه في أحكام التجارة وأحكام البيوع. قال وينبسط في الأمور بعلم، متى الإنسان ينبسط؟ بمعنى أن الإنسان يأخذ راحته في حدود ما يسمح به الشرع والدين بعلم، ويعلم متى ينقبض بعلم، لأنه يقرأ قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات، فينقبض عنها شبهة التي هي لا هي حلال ولا هي حرام. قال الإمام الآجري في استكمالا لصفات حامل القرآن، قال قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. قلنا سابقا أن حامل القرآن ليس بجاهل، حامل القرآن عالم بما شرع الله، وكذلك بما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء. حري بحامل القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن بعلم. قال يؤدب به نفسه. ما المقصود يؤدب به نفسه؟ أي كتاب الله. يعني هل كتاب الله يؤدب الإنسان؟ نعم، كتاب الله عز وجل يؤدب الإنسان، كيف لا؟ وكان خلقه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت كان خلقه القرآن. من أراد أن يؤدب نفسه فعليه بالقرآن، ومن أراد منازل الدنيا ورفعتها فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. ليدبروا. ما هي ثمرة التدبر؟ العمل. أن تقرأ القرآن لتعمل به. كيف تصل إلى العمل؟ أن تتدبره بفهم وعقل. قال الإمام الآجري، ولنأخذ هذا المقطع الذي يصف به الإمام رحمة الله عليه حامل القرآن، ولنقرأه سويا هذا النص ثم نعلق عليه. قال الإمام الآجري رحمه الله عن حامل القرآن: إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل،
همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى عنه. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا ومتى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم المتواترة، متى أشكر الله عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن واعظا، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف أي يعني يوم القيامة، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل يموت أهلها فيستريحون ولا تقال عثراتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيادي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله، فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل منهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل منهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال قائل منهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فهذه النار. يقول الإمام الأجري رحمه الله نكمل كلامه قال فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عاهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره، فعذبهم بأنواع العذاب فقال
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين بأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الإمام: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوف به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلا كتاب الله حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب. الشاحب المقصود به كأنه رجل متعب، فيقول له العبد، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. انتهى كلام الإمام الآجري رحمه الله عز وجل عن وصف محاسبة صاحب القرآن وتالي القرآن مع نفسه. قال الإمام: حامل القرآن يسأل نفسه: متى أستغني بالله عن غيره؟ كل الغنى أن تستغني بالله عن خلقه، كل الغنى أن تستغني بالله عن غيره من خلقه. قال الإمام: الأسئلة التي لابد أن تدور لكل من يقرأ القرآن أن يسأل نفسه هذه الأسئلة أثناء تلاوته في ليله وفي نهاره: متى أكون من الصادقين الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه كثيرا كثيرا، والله يحب الصادقين. قال: ويسأل نفسه: متى أكون من المتقين؟ والله عز وجل وصف المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ لأن الله عز وجل يحب المتوكلين، الله يحب المتوكلين ويحب الذين يتصفون بالتوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. قال: ويسأل نفسه: متى أكون من الخائفين؟ صاحب القرآن يخاف ليله ونهاره من عقاب الله عز وجل، ويطمع في ثوابه عز وجل كذلك. فهو حامل القرآن وتاليه يعيش بين المنازل، بين المحبة والرجاء والخوف. بين المحبة، يحب الله عز وجل حبا جما، يحبهم ويحبونه. ليس العجب في أن تحب، لكن العجب أن تحب منه سبحانه وتعالى. كذلك يخاف الله عز وجل، والخوف صفة أصيلة في الأنبياء وهم رسل الله عز وجل، وأوحي إليهم، وكذلك يصنعون على عين الله عز وجل ويثابون ويعلمون بأن الله عز وجل معهم، لكنهم يخافون عز وجل حق الخوف. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا. يعيشون الأنبياء بين الترغيب والترهيب في نفسهم،
فقط ويسارعون في الخيرات. خوفهم من الله عز وجل ومحبتهم لا تقعدهم عن السير إليه سبحانه وتعالى. السير إلى الله عز وجل يتخلله المحبة والخوف والرجاء والإرادة أن تصل إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله هي نداءات المؤمن وتالي القرآن مع نفسه كل يوم. متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ والإمام ذكر عبارة نفيسة، قال لا يكون همه أن يختم السورة. والآن مقبلون على شهر فضيل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل رمضان ومن أهل مواسم الخيرات وبلغنا إياه. قال لا يكون همه متى أختم السورة، متى أقرأ السورة. وورد في الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تقرأوا القرآن هذ الدقل ولا تنثروه نثر الرمل، ولا يكون هم أحدكم متى أختم السورة أو قرأت كذا وكذا. العبرة بالتفكر والتدبر والعمل. هذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال لا يكون همه متى أختم السورة. ولذلك أثر عن بعضهم أنه كان يتدبر سورة يتدبرها 6 أشهر، كما ورد عن بعضهم يتدبر السورة 6 أشهر. ماذا يفعل في 6 أشهر وهو يقرأ هذه السورة؟ كان وردهم أن يقرؤوها وأن يعملوا بها ويتحزنوا عليها ويتفكروا بها ويقرؤوها تكرارا. النبي صلى الله عليه وسلم، نبيكم صلى الله عليه وسلم بات ليلة وهو يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بات صلى الله عليه وسلم يرددها مرارا وتكرارا ليلته كلها وهو يردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك. فهذه سنة حسنة لحملة أهل القرآن وتاليه أن يقوم بالآية ويسترسل بها ويحزن ويقرأها بحزن ويضعها على نفسه ويعلقها إسورة على رقبته ويقرأ وهو يقول هذه الآية هي لي، هذا الخطاب هو لي، ماذا سأكون خلف هذا الخطاب؟ أين سأكون في الدار الآخرة؟ هذا هم صاحب القرآن، وليس همه كثرة الروايات ولا كثرة الأسانيد، وإن كان هذا حسن وهو حسن عند الله عز وجل أن الإنسان أن يكون همته في طلب العلم أن يكثر من طلب العلم. قال عز وجل وقل ربي زدني علما، وهي من باب السؤال الزيادة وهي محمودة، لكن ليكن همه العمل والتطبيق والنجاة من عقوبة الله عز وجل في الآخرة. إذا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تعلن شبكة سلام الإعلامية عن إتاحة الفرصة للإعلان من خلال منصاتها للمؤسسات والمنظمات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك مجانا، وتخفيض 50% للشركات الاستثمارية التجارية. بادر بالحجز الآن. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم نذكركم بحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية محصورة بين تالي القرآن، بين معلم القرآن، وبين تاليه. ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم
على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج. ونستعرض معكم بإذن الله عز وجل أحكام النون الساكنة والتنوين، والتي سنراجعها تكرارا ومرارا، وستكون تلاواتنا تدور حول هذه الأحكام، أحكام النون والساكنة، والتي ستظهر لكم على الشاشة. وقلنا أن الأحكام هي 4 أحكام. حكم الأول الإظهار، وقلنا الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، وحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وقلنا عن حكم الإدغام هو إدخال الشيء في شيء اصطلاحا. وقلنا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقلنا حروفه 6، 4 بغنة في قوله ينمو، و2 من غير غنة وهما اللام والراء. وقلنا الإقلاب وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، والحرف الوحيد لحكم الإقلاب وهو الباء. وقلنا الإخفاء هو الستر لكل شيء، وقلنا اصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وقلنا حروفه 15 في قول النظم صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، زد في تقى دم طيبا، زد في تقى ضع ظالما. بعد ذلك سنقرأ بإذن عز وجل، سنكمل ما بدأناه في قراءة سور جزء عامة، وسنعلق على كل سورة، سنبين أحكام التجويد التي تتعلق بالنون الساكنة والتنوين، ثم نختم بمشاركاتكم والتعليق عليها. كنا قد بدأنا، قد ختمنا في الحلقة الماضية، قد وصلنا إلى سورة الليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى،
وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. هذه سورة الليل نعرج فيها على بعض أحكام التجويد. قوله عز وجل والأنثى والأنثى قلنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الثاء والثاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل من أعطى نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار نظهرها كما هي من أعطى. وقوله عز وجل من بخل واستغنى من بخل نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. وقوله عز وجل فأنذرتكم نون ساكنة أتى بعدها حرف الذال والذال من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل نارا تلظى تنوين أتى بعده حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل لأحد عنده وما لأحد عنده تنوين أتى بعده حرف العين والعين من حروف ماذا؟ من حروف الإظهار نظهره كما هو لأحد عنده. وقوله عز وجل من نعمة نون ساكنة أتى بعدها حرف النون والنون من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. نقول من وقوله عز وجل نعمة تجزى تنوين أتى بعده حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل ختمنا الأحكام التي متعلقة بسورة الليل. والآن سنقرأ بإذنه سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وسنعلق على بعض أحكام النون الساكن والتنوين الموجودة في هذه السورة المباركة قوله عز وجل خير لك خير لك خير لك تنوين أتى بعده حرف اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله عز وجل يتيما فآوى يتيما فآوى تنوين أتى بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل ضالا فهدى ضالا فهدى تنوين أتى بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل عائلا فأغنى عائلا فأغنى تنوين أتى بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء. هذا الحكم الأخير الذي كان في هذه السورة المباركة. وسنقرأ سورة الشرح ونأخذ فيها بعض أحكام التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب.
هذه السورة المباركة سورة الشرح فيها بعض أحكام التجويد، منها قوله عز وجل عنك عنك، وفي قوله ووضعنا عنك وزرك، قوله عنك نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف قلنا الإخفاء فتخفى، النون تخفى. عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك. وقوله عز وجل أنقض ظهرك، أنقض، كلمة أنقض نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء فتقرأ أنقض أنقض. وقوله عز وجل آخرا قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، فانصب نون ساكنة أتى بعدها حرف الصاد، والصاد من حروف الإخفاء فتخفى النون، فانصب. هذه الآيات التي كانت متعلقة في سورة الشرح، وسنقرأ بإذنه عز وجل في السورة المباركة سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، والتين والزيتون، وطور سينين، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وهذه السورة المباركة فيها بعض أحكام التجويد. قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، في قوله الإنسان نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، السين من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل فلهم أجر غير ممنون، أجر غير ممنون، تنوين أتى بعده حرف الغين، والغين من حروف الإظهار فنظهره كما هو. هذه كانت الأحكام المتعلقة في هذه السورة المباركة، وسنستمع إلى تلاواتكم بإذنه عز وجل فيما تبقى من وقت الحلقة، ولنسمع هذه المشاركات المباركة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره
من أي شيء خلق من نطفة خلق فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفواكه وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شيء يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن. أسأل الله أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تلاوة جميلة مباركة، ولكن فيها بعض الأحكام التي يجب أن يتنبه لها. قوله عز وجل فأنت عنه تلهى وليس تلاها، تلهى فأنت عنه تلهى. وقوله عز وجل خلقه فقدره وليس فقدره. وقوله لما يقض ما أمره وليس لما يقض ما أمره، لما الميم مشددة. وقوله أنا صببنا وليس صببنا وقوله ليس فواكه وأبا، وقال فواكه لكن الصحيح وهي فاكهة وأبا. وقوله آخرا لكل امرئ منهم قراءة مباركة وجعله الله من أهل القرآن. ونستمع إلى المشاركة التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله وبارك الله. أسأل الله أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تلاوة مباركة. ونعرض سريعا على قوله يظن. قول الله عز وجل ألا يظن، نون مشددة تقرأ تشد بمقدار حركتين، يظن وليس يظن. وقوله كنتم، نون ساكنة بعرفها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. وقوله كتاب مرقوم، الميم تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة فيغن بمقدار حركتين، كتاب مرقوم. وأخيرا قوله يضحكون، لا الضاد عليه سكون، يضحكون يضحكون. وتلاوة جميلة مباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبلغنا مواسم الخيرات بستر وعافية. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم طيلة الشهر المبارك وطيلة أيام البرنامج على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.